متابعيني الكرام، أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. مستر عمر قال لي: سمعي يا شيرين اللي أخدناه الدرس اللي فات. رديت وقلت له: أنا بحبك يا مستر. قال لي: انتي قلتي ايه؟ قلت له: بحبك وبموت فيك. قال لي: انتي اتجننتي يا بنتي، انتي بتقولي ايه؟ قلت له: انا بقول لك اللي في قلبي. غلطت يعني؟ غلطت ان انا بقول لك اللي في قلبي؟ قال لي: غلطان علشان قلبك غلطان. في بنت عندها 17 سنة تقولي الكلام ده؟ تفهمي ايه عن الحب والكلام ده؟ قلت له: انا اسفه، انا صرحت حضرتك، انا اسفه، ممكن اروح اغسل وشي؟ قال لي: اتفضلي، ولما ترجعي ليا كلام تاني معاكي، ولازم افهم وافهمك غلطك، وعايزه اتكلم مع والدك. قلت له: حاضر، بعد اذنك. ورحت لاوضه النوم بتاعه المستر بتاعي، وما رحتش عشان اغسل وشي ولا حاجه. غيرت هدومي ولبست فستان قصير، حطيت ميك اب وبرفيوم، وبرغم صغر سني الا اني كنت سابقه لعمري، فظهرت قدامه كأني بنت في العشرين. ورحت خارجة، خرجت برا الأوضة ورحت حضنته. وقف مصدوم من شكلي، قال لي: اجري غوري غيري القرف اللي انتي لابساه ده، وشيلي اللي في وشك، وانتي مطرودة من الدرس، وهاتي رقم والدك حالا. قلت له: ممكن تهدى بس يا مستر؟ انت ليه عصبي كده؟ وبعدين انا عارفة ان انت بتحبني ومعجب بيا، وبشوف ده في عيونك، وعيونك ما بتنزلش من عليا. قال لي: ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ وبعدين انا اسمي مستر، انتي تخرسي خالص، ومفيش الكلام اللي انتي بتقوليه ده، وغوري البسي لبسك، عيب اللي انتي عاملاه ده. قلت له: ممكن تيجي تساعدني اغير لبسي علشان مش قادره اغير لوحدي؟ وهنا بدأ يتأمل فيا، وحاول ان هو يبعد نفسه. وهنا قربت منه، بس هو ما قدرش ان هو يقاومني. وبعد ما حصل اللي حصل، صحي عمرو وهو مش مصدق اللي هو عمله. كنت انا قاعده وخايفه من اللي عمله فيا. وهنا عارف ان هو في أسوأ وضع في حياته. حاول إن هو يلبس بسرعة، وهو كان بيخاف ومرعوب. صرخ فيا وقال لي: قومي البسي واستري نفسك. قلت له: مش قادرة، مش هينفع ألبس كده. وقف وقعد يبصلي بغضب وقال لي: ليه؟ عايزة ايه؟ يحصل تاني؟ أنا وانتي في مصيبة، انتي فاهمة ده؟ قلت له: سيب ايدي. قال لي: حاضر، قومي قومي يلا البسي هدومك علشان أوديكي بيت أبوكي. ودلوقتي. وقلت له: ليه هتروح تعمل ايه؟ قال لي: انا طالع بره، لما تستوري نفسك ابقى اقولك هروح اعمل ايه. نزل عمرو وانا غيرت هدومي، وهو راح قاعد على الكرسي بتاعه. كنت انا لبست ونزلت. قلت له: انا همشي. قال لي: هتمشي فين؟ قلت له: ان انا هروح بيت اهلي. وقف ومتعصب وقال لي: انتي فاهمه ايه اللي حصل ما بينا؟ فضلت ساكته. وقال لي: انتي ساكته ليه؟ انطقي، هنعمل ايه في المصيبه دي؟ قلت له: انا مش عارفه. قال لي: ولما انت السبب في كل ده من الاول، انت شيطانه، وانا بكرهك وبكره اليوم اللي وافقت اديكي فيه درس لوحدنا وفي شقتي. قلت له: بس انا بحبك. قرب مني واداني بالقلم لغايه ما وقعت على الارض. قرب مني وهو بيحاول يخليني افوق علشان اغمى عليا من القلم اللي هو اداهولي. البنت عندها نزيف. هو انت جوزها؟ طبعا بعد ما اخدني على المستشفى وقال لهم: اه، لا، انا اخوها. هي فيها ايه يا دكتوره؟ هي مالها؟ قالت له: عندها نزيف نتيجة العلاقة حصلت. ده لو هي متجوزة، لكن لو مفيش جواز تبقى حالة انت عارف بقى. فقال لها: لا لا، هي متجوزة. قالت له: فين عقد الجواز وجوزها فين؟ لأنها مش هتطلع من هنا من غيرهم. قال لها: أصل جوزها ما يعرفش. هي كلمتني وقالت لي أنا تعبانة وأنا جبتها هنا. كلم جوزها وخليه يجيب عقد الجواز علشان تطلع من هنا. قال لها: طيب، وأنا أقدر أدخل أشوفها دلوقتي؟ قالت له: تقدر بس ما تطولش. دخل عمرو لأوضتي ولقاني معلقة محاليل كتيرة. قعد جنبي وقال لي: يا رب تكوني فرحانة باللي وصلتينا ليه. وقلت له: انت هتفضل تلومني كأني غلطت لوحدي؟ انا مش زعلانة من اللي حصل، علشان انا بحبك بجد، وانا اللي سلمت لك نفسي. قال لي: الحب مش انك ترخصي نفسك، انت في مصيبة. الدكتورة رافضة ان هي تطلعنا من هنا غير بورقة جواز. هتعملي ايه؟ لا اما كده لا اما هتعمل محضر. يا شيخة ربنا ينتقم منك، ربنا ياخدك، ضيعتيني وضيعتيلي حياتي وبوظتيلي دنيتي. فكري هقول ايه لاخوكي اللي امني عليكي وجابك تتعلمي عندي.
هقول له خنتك يا صاحبي ولا هقول له خنت العلم اللي ربنا امرني بيه؟ شيطان. قلت له اطلع بره غور من وشي علشان مش قادره اصدق. قال لي ما هو انا لو طلعت من هنا انت مش هتطلعي. قلت له يعني ايه؟ وقف عمرو وبدأ يسحب المحاليل من ايدي بقوة، مسك ايدي وخلاني اقوم من السرير. قال لي انا وانتي هنمشي من هنا حالا قبل ما الدكتورة تيجي وتمنعنا نطلع من هنا، وقتها الكل هيعرف مصيبتنا. فهمت انا بعمل ايه؟ قلت له فهمت. سحبني وخلاني انزل على السلم علشان محدش يشوفنا. كنت تعبانة جدا وبتألم، هو مش شفقان عليا خالص. وصلنا لغاية بيتنا، ولما وصلنا وقف واتنفس بشدة وقال لي انتي تطلعي بيتكم دلوقتي، مسمعش ان حد عارف حاجة، علشان لو قلتي كلمة واحدة هتخسري نفسك لحد ما نعرف هنعمل ايه في المصيبة دي. قلت له هو انت مش هتتجوزني؟ قال لي اتجوزك؟ اتجوز مين؟ فوقي، انتي واحدة رخيصة، الله اعلم سلمتي نفسك لكام واحد قبلي. قلت له انت حيوان، انا محدش لمسني غيرك، وانت شفت ده بعينك وعلى سريرك. مسكني عمرو من شعري بقوة وقال لي لما تتكلمي معايا تتكلمي باحترام، انتي فاهمة؟ وبعدين شوية الحاجات اللي انا شفتهم دول مش دليل على حاجة، دلوقتي الحاجات الصيني بقت كتيرة، وانتي فاهمة قصدي. بعدت ايده عن شعري وقلت له على فكرة انا كنت غلطانة فيك. قال لي بصي يا بنتي، بصي يا بنتي انتي، انا ما طلبتش منك اي حاجة، انتي اللي عملتي كده في نفسك. قلت له علشان بحبك. قال لي عشان انتي رخيصة وما تضحكيش على نفسك، ويلا اطلعي على بيتكم دلوقتي. قلت له انا كده هبقى لوحدي. قال لي احسن علشان تتربي وتعرفي ان اللي ماشي شمال بيعمل ايه في صاحبه. قلت له انا بكرهك. قال لي غوري ادخلي بيتكم، ولو كلمة اتعرفت انسك انك تشوفيني تاني او نحل مشكلتك. وراح سايبني قاعدة لوحدي قدام بيتنا. انا مش مصدقة اللي حصل لي. طلعت البيت ومحدش شافني من اهلي. قعدت في اوضتي بعيط وبتقلب، وللأسف محدش حاسس بيا. فضلت قافلة على نفسي 3 أيام ما بتحركش خالص من السرير. اليوم الرابع خبط أخويا الكبير على الباب ودخل ولقاني نايمة ما بتحركش من السرير، وسمع صوتي وأنا بعيط. قرب مني وقال لي انت بتعيطي ليه؟ مسحت دموعي بسرعة وقلت له أنا مش بعيط، أنا بس تعبانة شوية. قال لي هو التعبان بيحبس نفسه في الأوضة وما بيطلعش منها؟ وبعدين قومي نلبس ونروح نكشف. قلت له لا لا، أنا كويسة، شوية تعب عادي يعني. قال لي أنا مش مطمن لك يا شيرين، مرات أبوكي ضايقتك في حاجة أو أي حاجة؟ قلت له لأ، أنا تعبانة وبس. قال لي طب يلا قومي البسي. وقلت له ليه؟ قال لي علشان مدرسك عمرو بره وعايزك. قمت وأنا خايفة، قمت وأنا بترعش. قلت له إيه اللي جابه؟ عايز إيه؟ قال لي في إيه يا شيرين؟ جاية أطمن عليكي علشان بقالك يومين ما رحتيش دروسك ولا مدرستك، وبعدين من امتى وانت بتزعلي لما عمرو بيجي؟ ده انت كنت بتفرحي كل ما بتشوفيه. هو ايه اللي حصل ما بينكم؟ قلت له مفيش حاجة، انا بس ما حضرتش اخر امتحان وهو عمله يعني، وكنت خايفة يكون جاي يشتكي مني. قال لي انا مش مصدقك بس همشي الحوار، البسي واطلعي سلمي. وسابني وفضلت خايفة كده وأنا ومرعوبة من المقابلة، بس ما كانش قدامي أي خيار تاني غير إن أنا أقابل الإنسان اللي ما كنتش عايزة أشوفه ولا أشوف وشه. خرجت من أوضتي وسلمت على عمرو وقعدت من غير ما أتكلم وأنا تعبانة جدا. وفضل أخويا يبصلي وهو مش عارف فيا إيه، فضلت الشكوك جواه وحاسس إن في حاجة. فقال كويس إنك جيت يا عمر، وفهم شيرين إن بقالها على الامتحانات شهر واحد ولازم تذاكر. عمر قال له ما أنا فهمتها ده، وكمان دي آخر سنة ليها. قال لي سمعت يا شيرين، يلا شد حيلك شوية بقى علشان تدخلي كلية كويسة، وما تنسيش إن باقي شهر وتكبري سنة كمان، ولو حليتي كويس هجيبلك اللي انت عايزاه يوم عيد ميلادك. فضلت ساكتة ومش بتكلم. زاد قلق أخويا، فقال لي لو تعبانة قوي قومي نروح نكشف. عمرو قال له لا لا ما تتعبش نفسك، لو تعبانة أنا أوديها عند الدكتور. أخويا قال له لا على إيه؟ قلت له ما أنا كويسة، ممكن أدخل أوضتي؟ أخويا قال لي ادخلي. عمرو قال لي عندنا مراجعة بكرة يا شيرين، هستناكي. ما ردتش عليه ورحت اوضتي وقعدت حزينة بعيط لوحدي. عدى اليوم وجه الوقت اللي هروح فيه عند عمرو. ما كنتش هروح، لكن عمرو بعت لي رسالة وقال لي تعالي علشان لازم نتكلم ونلاقي حل للمشكلة. وقررت ان انا اروح. رحت له وطلعت لشقته، قعدنا احنا الاتنين
ومد ايده من غير كلام وقال لي انا هسافر شهر في بلدنا. قلت له نعم هتسافر وشهر وتسيبني؟ قال لي بص يا شيرين، انا مش هعمل حاجة غلط ومش هدفع تمنها. شايفة الدبلة اللي في ايدي؟ وانتي عارفة ان انا خاطب، فلازم افسخ الخطوبة دي علشان اقدر اتجوزك. قلت له انا خايفة وتعبانة وانت هتسيبني لوحدي؟ قال لي وانا ما قلتلكيش اغلاطي من الاول؟ قلت له عندك حق، انا اسفة، واسفة ان انا جيت لك تاني. قمت علشان امشي، لكن منعني وقرب مني وقال لي كان عندك حق لما قلتي ان انا معجب بيكي، وكان اقصى طموحي ان انا ممكن المس ايديكي بس، لكن انتي سلمتيلي نفسك بكل سهولة، واللي يقرب منك خلاص يعني مش عارف ابطل افكر فيكي. انتي شاغلة بالي دايما، وانا نفسي انتي فاهمة قصدي. بعدته عني وقلت له انت بجد؟ قال لي بس مش رخيص زيك، ولو ما دخلتيش معايا دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني. قلت له مش هينفع، واكيد مش هينفع النهارده. قال لي ليه؟ قلت له علشان، قال لي انطقي علشان ايه؟ قلت له عشان لسه عندي نزيف. قال لي هو ازاي لسه فيه؟ قلت له مش عارفه. قال لي طيب هو مستمر طول اليوم؟ قلت له لا، بيجي اوقات واوقات لا. قال لي طب اتفضلي روحي بيتكم وانا شهر وهاجي اتجوزك. انتي مش قلتي ان انت مش هتسيبني؟ مش هتسيبني وتمشي يا عمرو، صح؟ قرب مني وقال لي لا مش هسيبك، قومي يلا غوري على بيتك. وقفت وانا تعبانه وبعيط ولميت شعري وعدلت هدومي وروحت لبيتنا. لقيت مرات ابويا قاعده وبتقولي انت شرفتي يا شملوله، يلا ادخلي كلمي ابوكي عايزك. قلت لها هو حصل حاجه؟ قالت لي ادخلي وانت تعرفي كل حاجه. ورحت لابويا علشان اتكلم معاه. قال لي بصي يا بنتي، كلها شهر وتخلصي المدرسه وتكملي 18 سنه، في عريس متقدم لك وانا موافق عليه. امتحانات. ما قدرتش انطق بولا كلمه وما كنتش عارفه اعمل ايه. رحت لأوضتي وقعدت اعيط وانا شايفه الدنيا سودا في وشي. عدى شهر وكأنه 1000 سنة عليا. كنت دايما تعبانة ومرهقة وخايفة لعمرو ما يرجعش. وفعلا جه آخر يوم للامتحانات، ولما خرجت من مدرستي لقيت عمرو واقف مع الطالبات، ولما شافني جالي وقال لي عملت ايه في الامتحانات؟ ما ردتش عليه وانا مش مصدقة. انت رجعت؟ عمرو بعد عني وقال لي احنا في الشارع. مسحت دموعي وقلت له النهارده ابويا عايز يقرا الفاتحة مع واحد متقدم لي. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني عايز يجوزني. قال لي طيب وانا اعمل ايه يعني؟ قلت له تعالى واتجوزني. قال لي ممكن اترفض؟ قلت له لا، لو انا موافقة عليك مش هتترفض. قال لي طيب يا شيرين قولي لي اتقدم لك امتى؟ قلت له تعالى النهارده. قال لي طب والعريس اللي جاي لك النهارده؟ قلت له مش مهم يا عمرو، تعالى انت بس. وقال لي ماشي، بس بقول لك ايه، النزيف اللي عندك وقف؟ قلت له ايوه بقاله مده. قال لي طيب كبري دماغك بقى وتعالي لي انت النهارده. قلت له هو انت ما بتفهمش؟ بقول لك انا في مصيبه لو الجوازه دي تمت. قال لي انت في مصيبه وانا مالي، انا بساعدك بس علشان ضميري، وعلى فكره لو فضلتي منشفه دماغك دي هتندمي. ما ردتش على كلامه وروحت لبيتنا. عدى الوقت بسرعه وانا مستنيه عمرو يجي، بس ما جاش. ما كنتش عارفة أعمل إيه، وأبويا ندهلي علشان يقولي إن هما هيقروا الفاتحة. كنت في موقف صعب جدا. صرخت في وشهم وقلت لهم فاتحة إيه؟ أنا مش موافقة، أنا مش عايزة أتجوز. وسبتهم في موقف محرج جدا قدام الكل. دخلت الأوضة وقعدت أعيط، وجه ورايا أخويا الكبير وهو بيصرخ وقال لي أنت اتجننتي يا شيرين؟ إيه اللي أنت عملتيه قدام الناس ده؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ ابوكي حالف لا يعاقبك على اللي انت عملتيه، وكان داخل يضربك وانا حشته. انت ساكته ليه؟ رد عليا، من امتى وانت بتتكلمي كده؟ وليه؟ وليه رفضتي العريس قبل ما يجي؟ انطقي فهميني. قلت له انا مش عايزه اتجوز، انا حر. قال لي اسمعي، واضح ان ده العيب ليكي بوظك. انت عارفه الناس هيطلعوا يقولوا علينا ايه؟ عارفه هيتكلموا عنك ازاي؟ انت فاهمه ايه اللي حصل دلوقتي؟ قلت له لو سمحت اطلع بره وسيبني لوحدي. قال لي لا، لحد ما اعرف انت مخبيه عليا ايه وافهم ايه الحكايه. قلت له مش مخبيه حاجه وعايزه انام، لو سمحت سيبني بقى، ارحموني. اخويا قال لي ماشي يا شيرين بس حسابي معاكي الصبح. سابني وفضل الكل في حيره من تصرفي. جه اليوم التاني وما كانش حد في البيت الا انا.
كنت قاعدة في أوضتي وأنا بعيط وباب الأوضة ما كانش مقفول. رن تليفوني وكان عمرو. قلت له أنت فين؟ وليه ما جيتش امبارح؟ ليه سبتني لوحدي؟ قال لي علشان تتربي وتعرفي تردي كويس عليا بعد كده، وأول لما أقولك تعالي تجيلي. فهمتي؟ قلت له أنت إنسان مش محترم. قال لي تاني طب شوفي مين اللي هيتجوزك. لو سمحت يا عمر بلاش الكلام ده وتعالى بقى، أنا مش قادرة أتحمل أكتر من كده. لازم تنقذني ما تسيبنيش. قال لي ماشي، أخوكي كان عندي لسه ولسه ماشي. قلت له اوعى تكون عرفته حاجة. قال لي لا ما تخافيش، كان بيحكي لي انتي عملتي ايه امبارح، كان مستغرب من تصرفك وما يعرفش اخته شمال. بس انا ما تحملتش كلامه. قلت له انت بتوصف نفسك مش بتوصفني يا عمرو، انا بكرهك، ما تجيش تتقدم لي. قال لي احلى حاجة قلتيها.